إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، أيها المسلمون عباد الله، قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيها الفضلاء، نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه استمر يبلغ دعوة ربه ويعرض نفسه على القبائل مدة 10 سنين في مكة صلى الله عليه وسلم، يبلغ قبيلة تلو قبيلة. كان عليه الصلاة والسلام يخرج لهذه القبائل ويتسلل لها ليلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خفية، لأن قريشا كانت في ذلك الوقت وطأتها شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فعرض نفسه على عدد كبير من قبائل العرب فكلهم لم يقبلوا. كل هذه القبائل أعرضت، ومن القبائل من كانت تقول: فإن آمنا بك فهل يكون لك، فإن مت فهل يكون لنا الملك من بعدك؟ يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليملك الناس الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدعوة الإسلام ليست دعوة لتولي الحكم ولا لنهب الثروات وكثرة الأموال والأولاد، إنما دعوة لرضا الله، كما قال الأنبياء جميعا: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. فالأنبياء ما كانوا طلاب دنيا، ما كانوا طلاب رئاسة، إنما كانوا طلاب رضا الله، كانوا عبيدا لله يسعون لتعبيد الناس لربهم الذي خلقهم جل وعلا. هذه دعوة الأنبياء جميعا عليهم جميعا الصلاة والسلام. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ظل هذه المعاناة التي عاناها ما كل ولا مل، بل استمر عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي ذلك والله جل وعلا على كل شيء قدير، كان لو طلب من الله جل وعلا أن يهلك الكفار جميعا، فهذا النبي عليه السلام هو النبي المستجاب الدعوة، خير الورى، سيد الأولين والآخرين، ولو جاهد ومن معه من القلة من الصحابة، وكان الله جل وعلا وهو المؤيد لهم
لأهلك الله جميع المعادين للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكنها حكمة الله ليبين لنا دروسا ينبغي أن نتعلمها، أن الصبر من أعظم القرب، وأن الإنسان يؤجر على قدر تحمله وصبره، وأن لكل أمر أسبابا لابد من الأخذ بها، ولنتعلم من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذلك الوقت يا عباد الله، ومع هذه المعاناة الشديدة، حدث أن وفدا من الأوس والخزرج وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في أول الأمر وفد من الأوس كما يقول أهل السير. لماذا؟ لأن الخزرج في ذلك الوقت كانت هي والأوس في معارك شديدة تسمى بمعارك بعاث. هذه المعارك استمرت فترة من الزمن، قتل فيها رؤساء القبيلتين ووجهاؤهم، وقتلوا في مقتلة عظيمة جدا، وكان ذلك قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ب5 سنين. فجاء الأوس يستنصرون بقريش على الخزرج، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الدعوة إلى دين الله جل وعلا، أن يدخلوا في الإسلام، وقال ألا أدلكم على هو خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ لكن كبيرهم لم يقبل، وصغير منهم قال لهم يا قوم إن هذا الذي يدعو إليه هذا الرجل هو خير مما جئتم به، لكنهم لم يستجيبوا. وكان عددهم في ذلك الوقت 3 كما يقول أهل السير أو نحو ذلك. ثم جاء بعد ذلك وفد من الخزرج وكان عددهم 6 فأسلموا. الوفد الأول لم يعلنوا إسلامهم ولم يكونوا دعاة في قومهم، ثم الوفد الثاني أسلموا وذهبوا لدعوة قومهم، ثم جاء بعد ذلك 12 رجلا وهي ما تسمى ببيعة العقبة الأولى، وكان فيها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سبب دخول الأنصار وقبولهم لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام: أولا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف فلم تقبله ثقيف وغطفان ومن معها من القبائل، والنبي عليه الصلاة والسلام صد في مكة من قريش. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بحث ليجد موطنا يقيم فيه دين الله، ليجد موطنا يعبد فيه ربه، مع أن مكة خير بقاع الدنيا، لكن بقاع الدنيا خيرها مهما كان فيه من خير وفضيلة إذا لم أتمكن من عبادة ربي فيه فلا خير فيه في ذلك الوقت. فالخير في عبادة الله في أي مكان كان. فالذي يقول أنا في عمل يمنعني صاحب العمل من أداء الفريضة نقول له لا يجوز لك ذلك ولا له ذلك، ويجب عليك أن تصلي الوقت في وقته، وأن تصلي مع الجماعة على الصحيح من كلام العلماء، ولا يجوز لك أن تعمل هذا العمل، والعمل الذي تعمله في هذا الوقت عمل محرم. فأي أمر يصدك عن عبادة الله لا يجوز لك البقاء فيه. فربنا جل وعلا يقول الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا عقاب شديد ووعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أبقى في مكة وهي خير بقاع الدنيا وإن لم أعبد الله، لا، بل لما وجد أن هذه الأرض أهلها أعرضوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض المشركون في ذلك الوقت عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فبحث يبحث عن أنصار له عليه الصلاة والسلام. فلما كان ما كان واليهود كانوا في المدينة، اليهود كانوا يسكنون المدينة في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب له أهل مكة، فماذا فعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بسببين كان هما السبب
في قبول أهل المدينة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد توفيق الله جل وعلا. السبب الأول ما كان بين الأوس والخزرج من حروب طاحنة قضت على رؤسائهم ووجهائهم، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك سببا في تأليف قلوبهم وجمع كلمتهم. الذين اقتتلوا جميعا وأريقت دماؤهم ألف الإسلام بينهم. لتعلم يا عبد الله أن المتفرقين المتحزبين الطرقية ومن على شاكلتهم الذين فرقوا الأمة وفرقوا كلمتها ليسوا من دين الله في شيء، كما قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا كلام الله، هذا كلام الله جل وعلا. فيجب أن تكون الأمة واحدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والأمة الوسط هي الأمة الواحدة. ربنا قال: اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا الصراط. هو صراط واحد، هي جماعة واحدة، هي أمة واحدة. ربنا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلماذا تمكن الكفار منا؟ أخس الكفار أخبث الخلق تمكنوا من رقاب المسلمين. لماذا؟ هل لوحدتهم أم لفرقتهم؟ فربنا جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء الإسلام الذي أنزله الله، الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، وليس الإسلام المفصل على زيدان وعبيدان، لا، الإسلام الذي رضيه الله لا يرضى بالفرقة. جاء الإسلام فوحد بين المتفرقين، وحد بين المتقاتلين. لتفهم يا عبد الله، هذا السبب الأول الذي دعا الأوس والخزرج للدخول في الإسلام بعد توفيق الله جل وعلا وإيمانهم. إنما هذه أسباب أدت مؤدية أي مهيئة. السبب الثاني يا عباد الله أن اليهود، وهذه الآية التي بدأت بها الجمعة، أن اليهود كانوا يقولون للأوس والخزرج، يقول لهم: إنه اقترب زمان نبي يبعث نتبعه ونقاتلكم به قتل عاد وإرم. فاليهود كانوا يستطيلون على العرب، يتكبرون عليهم، ويقولون لهم: إن غلبتمونا اليوم غلبتمونا، لا، سيبعث نبي آخر الزمان ونؤمن به. هكذا كذبوا فيما قالوا، ونقاتلكم به قتل عاد. وهذا جاء بأسانيد يقوي بعضها بعضا، ذكره ابن كثير وغيره في تفسيره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي العظيم، مالك يوم الدين، الهادي إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وسيد العابدين الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى عن غير واحد من المفسرين من أئمة السلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، في قوله جل وعلا: يستفتحون على الذين كفروا. عباد الله، الكفار من الأوس والخزرج كانوا عبدة أوثان، واليهود كانوا أهل كتاب، فكانوا يقرؤون في كتبهم أن نبيا سيبعث، فقالوا للعرب بهذه المقولة. فعندما ذهب الأوس والخزرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكان يدعوهم ويتتبعهم كغيرهم من القبائل، وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم لبعض: هذا هو النبي الذي تعايركم به اليهود، والذي يستعدون لكم، يقولون سنفعل ونفعل، فكونوا أقرب وأحرص على اتباعه قبلهم، أي اسبقوهم إلى الإيمان به. ففعلا وفق الله الأوس والخزرج فآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمن به اليهود، بل كفر اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع علمهم
قبل مبعثه بأنه نبي حقا، وأنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وقراءتهم ذلك في كتبهم، حتى قال خبيث منهم وهو حيي بن أخطب كما جاء في السير، لما وهو والد صفية أم المؤمنين، فقال له صديق له يهودي لما اليهودي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال ما تقول فيه؟ قال هل تجد هذا؟ قال هو الذي في كتبنا بنفس أوصافه التي في كتبنا. قال فماذا تفعل؟ قال معاداته ما حييت، معاداته، مع أنه يقول هو الذي في كتبهم، لكن يقول ماذا؟ معاداته ما حييت. وهكذا اليهود الكبر والعناد. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لتعلم هذا الحديث في الصحيح، يقول لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي لفظ عند أحمد لآمن بي اليهود كلهم. تخيل هذا. لماذا 10 من اليهود لو آمنوا لآمن به جميع اليهود؟ يخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن اليهود لا يفكرون، إنما هم لسادتهم متبعون وهم مقلدون، لا فهم لهم، فإنما يتبعون أسيادهم في الدين. الكلام في الدين يا عباد الله، فهم مقلدون. إن قال الخاءام عندهم ما قال هم وراءه دون فهم ولا تدبر. وهذه هي الحزبية والطرقية والفرق الضالة، هذه مسالكهم. هذا مسلك اليهود، وهذا مسلك النصارى، ومسلك الحزبيين، ومسلك الطرقيين، أنهم لا يتدبرون ولا يفكرون، بل لسادتهم يتبعون بلا أدلة ولا براهين. أما أهل السنة والجماعة، أتباع الصحابة، أتباع العلماء الأئمة الأربعة، أتباع الحديث، فلا يسلمون دينهم إلا لما قاله الله أو قاله رسوله، كما قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، كما قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله أيضا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وكما قال جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد من اتباع الحق بدليله، فلا تسلم دينك لأحد إلا لما قاله الله أو قاله رسوله بالأحاديث الصحيحة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقني الله وإياكم الهدى والعلم والبصيرة. اللهم تول أمرنا وفرج كروبنا واصلح فساد قلوبنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم اهدنا لما فيه رضاك، اللهم اهدنا لما فيه رضاك. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم تول أمرهم ووحد صفهم واهلك عدوهم وفرج كربهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وقبل النهاية أذكر عباد الله، غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 11 مساء السبت ستقام صلاة الخسوف في هذا المسجد. غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 11 ليلا ستقام صلاة الخسوف في هذا المسجد. أرجو من الجميع الحرص على الحضور، فهذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عسى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.